طبعا ما حدش فينا بيطيق كولر بسبب اللي بيعمله مؤخرا، وخصوصا حته بن شرقي دي، بس دي هنتكلم عليها في الاخر، لان انا في رايي ان كولر كان عنده حق فيها. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتعالى اقول لك كولر كان عنده حق ليه. احسن تشكيل وافضل طريقه هيساوي ان انت تخرج من ملعب هو كان عقده بالنسبه لك بنتيجه مقبوله. ممكن تبقى نتيجه خادعه شويه، لان الصفر صفر دي لو انت على ارضك استقبلت جون انت هتبقى عايز جونين، بس ده ملعب كنت بتطلع منه شايل خمسه مرتين، وده ملعب عقده لكل لعيبتك اصلا. طبعا احنا كنا ممكن نطلع كسبانين، بس قبلك سوء حظ رهيب بالكره اللي في العارضه او الاجوان الملغيه. بس في الاول والاخر خلينا نقول ان كلنا مش طايقين كولر، بس كولر نزل الماتش ده بتشكيل واداء محدش فينا توقعهم، ومحدش فينا توقع الجيم الدفاعي اللي اتعمل ده. يكفي ان اقول لك ان الشناوي ما اتشاطش عليه غير شوطه واحده بس طول ال 90 دقيقه. لعيبه سان داونز ما لمسوش الكوره جوه ال 18 بتاعتك غير 7 مرات بس تقريبا طول ال 90 دقيقه. تقدر بقى بالنتيجه دي ان انت في القاهره الاسبوع الجاي وسط الجماهير اللي هتبقى في الملعب ان انت تخرج كسبان مستريح من الماتش ده، وخصوصا قدام النسخه دي من سان داونز. طبعا في ناس بتتكلم على حته بن شرقي وازاي يقعد والكلام ده. بن شرقي وقعاده في الماتش ده هو حاجه واقعيه جدا، لان ده ماتش بدني وماتش انت هتدافع فيه، وبن شرقي مش اللاعب اللي بدنيا احسن حاجه ومش اللاعب اللي بيدافع. فحته ان هو ما بداش الماتش دي كانت حاجه متوقعه جدا من كولر. وبس كده، كمل بقى تقليل.